رسميا تشكيل نادي الزمالك في مباراه النادي الاهلي، ودي مش اي مباراه، ده اقوى مباراه في قاره افريقيا، والمباراه اللي هتفرق مع النادي الاهلي في الدوري وهتفرق مع نادي الزمالك في الدوري. فلو مش مشترك في القناه اشترك عشان نوصل في اسرع وقت ل1000 مشترك، ما تنساش اللايك ويلا بينا. بعد ما نخلص الحلقه دي مع بعض عايز اقول لك خش اتفرج على حلقه تشكيل النادي الاهلي لمباراه نادي الزمالك، هتلاقيها على القناه جاهزه. وهنبدا طبعا بحراسه المرمى، وحراسه المرمى فيها افضل حارس في الدوري المصري حاليا هو محمد صبحي. محمد صبحي افضل حارس في الدوري المصري لانه لعب مع النادي الزمالك 8 مباريات، في ال8 مباريات 4 كلين شيت، فطبعا هو حارس مميز جدا جدا، والموسم ده افضل موسم لمحمد صبحي في تاريخه مع نادي الزمالك. بعد كده هنروح لقلوب الدفاع، وقلوب الدفاع رجع لهم من تاني الونشي، لكن رجع على الدكه مش هيلعب اساسي. قلوب الدفاع الاساسيين في نادي الزمالك هيكون محمد اسماعيل، وهيكون جنبيه حسام عبد المجيد، الثنائيه اللي مستمره مع نادي الزمالك وعامله اداء كويس جدا مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره. فهتلاقي فيريرا مش عايز يجازف وينزل الونشي في اخر 3 مباريات ما لعبش مع نادي الزمالك، فالثنائيه اللي مستمره مع نادي الزمالك واللي منسجمين مع بعض محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، فاساسيين بنسبه 100% امام النادي الاهلي. بعد كده هنروح للظهير الايمن، والظهير الايمن في نادي الزمالك من تاني رجع لهم عمر جابر. عمر جابر حاليا من افضل الاظهره في الدوري المصري، لاعب اداء ثابت دفاعيا جامد جدا جدا، لاعب في الاداء الدفاعي جامد جدا، وفي الهجوم برضه جامد، سجل هدف تقريبا في الدوري المصري حاليا، ومن افضل مواسم ليه مع نادي الزمالك هو الموسم الحالي، فهيكون اساسي بنسبه 100% في الباك رايت عمر جابر امام النادي الاهلي. بعد كده هنروح للجناح الايسر، والجناح الايسر في نادي الزمالك المباراه اللي فاتت كان فتوح كان بيلعب لايقاف محمود بنتاج. محمود بنتاج كان واخد انذار ثالث، فعشان كده ما لعبش المباراه اللي فاتت، لكن المباراه دي نادي الزمالك هيبدا بمحمود بنتاج بنسبه 100%، لان نادي الزمالك محتاج واحد يدافع في مركز الظهير الايسر، لكن فتوح لاعب هجومي ولاعب مش ملتزم، يعني لاعب مش ملتزم مع نادي الزمالك، فشايفين ان الاحق ان هو يلعب في المركز ده هو محمود بنتاج، فبنسبه 100% محمود بنتاج اساسي في مركز الظهير الايسر. هنروح بعد كده لخط وسط مدافع، مركز 6 في نادي الزمالك، ومركز 6 في نادي الزمالك استمرار غياب محمد شحاته. محمد شحاته مش هينضم اصلا لقائمه مباراه النادي الاهلي والزمالك، مش هينضم للقائمه للاصابه. طب مين اللي هيكون مكانه؟ هيكون مكانه دونجا بنسبه 100% اساسي امام النادي الاهلي في مركز خط وسط مدافع لاصابه محمد شحاته. ودونجا بالمناسبه بيعمل افضل اداء ليه مع نادي الزمالك في تاريخه. نروح بعد كده لمركز 8 في خط الوسط، ومركز 8 في خط الوسط فيه لاعب انا عمال اشيد بيه ومش همل، لا صاحب ال 40 سنه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بنسبه 100% اساسي امام النادي الاهلي، وعايز اقول لك شوف عبد الله السعيد لو غاب مباراه واحده عن نادي الزمالك هتعرف قيمته، لان اللاعب قيمته كبيره جدا، هو اللي بيقدر يحول نادي الزمالك من الطريقه الدفاعيه للطريقه الهجوميه، فغيابه هيأثر بطريقه كبيره جدا جدا مع نادي الزمالك، لكن بنسبه 100% اساسي امام النادي الاهلي. بعد كده هنروح لمركز 10، ومركز 10 في نادي الزمالك هيكون فيه بنسبة 100% ناصر ماهر. ناصر ماهر حاليا من أفضل اللاعبين مركز 10 في الدوري المصري كله، بل ممكن يكون أفضل لاعب في مركز 10 في الدوري المصري كله مع دغموم لاعب المصري البورسعيدي. لاعب مهاري جدا جدا، وبرضه بيعرف يحول الطريقة الهجومية لنادي الزمالك بشكل مختلف، يعني لاعب بيلعب جناح يمين بيلعب جناح أيسر مع نادي الزمالك ما بيفرقش معاه، لكن حاليا بيلعب مركز 10 وافضل لاعب بيلعب في مركز 10 في الدوري المصري، فبنسبه 100% اساسي امام النادي الاهلي. نروح بعد كده للجناح الايمن، وفي الجناح الايمن رجع لنادي الزمالك معشوق جماهير نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك الاول، وهو خوان الفينا بيزيرا. خوان الفينا بيزيرا بنسبه 100% رجع اساسي امام النادي الاهلي، واللاعب اللي النادي الاهلي هيعمل له طريقه لعب مختلفه عشان يوقف خوان الفينا، لانه حاليا من اهم الاجنحه في الدوري المصري وامهر الاجنحه في الدوري المصري اللي بيقدر يحول طريقه هجوم نادي الزمالك لطريقه ثانيه خالص، فبنسبه 100% خوان الفينا اساسي امام النادي الاهلي. نروح بعد كده للجناح الايسر، والجناح الايسر هيغيب عنه ادم كايد، واللي هيرجع لمكانه الاساسي هو شيكو بنزا. كله عمال يقول ادم كايد هيلعب اساسي، لكن انا بقول لك المباراه دي ما فيهاش اي مجازفه، وهيلعب اساسي شيكو بنزا، لان حاليا ادم كايد تحس انه لاعب بطيء، تحس ان هو ما بيشوتش على المرمى بطريقه كبيره زي شيكو بنزا، ونادي الزمالك محتاج المباراه دي بشكل كبير جدا جدا، هتفرق مع الجماهير وهتفرق مع اللعيبه ان هي تستمر في الدوري. مفيش اي مجازفه ان انا العب ادم كايد على حساب شيكو بنزا، فبنسبه 100% هتلاقي شيكو بنزا رجع اساسي. شفت شيكو بنزا لما نزل في اخر مباراه مع الزمالك عمل اداء كويس جدا جدا، فبنسبه 100% شيكو بنزا اساسي في مركز الجناح الايسر.
بعد كده هنروح لمركز رأس الحربة، ومركز رأس الحربة فيه عدي الدباغ بنسبة 100%. عدي الدباغ أمام النادي الأهلي هيكون أساسي، ومطلوب من عدي الدباغ حاجة واحدة بس، إن أنت تبقى في منطقة الجزاء واللاعيبة دي كلها هتجيب لك الكورة وأنت تشوط بس في الجون. هو ده الحاجة المطلوبة من عدي الدباغ، إن أنا هعمل ضغط على النادي الأهلي وأنت تكون عندك الكورة في منطقة الجزاء، أنت بس تسجل لي هدف واحد. أنا محتاج من عدي الدباغ في النادي الزمالك إن هو يسجل لنادي الزمالك. كل اللعيبة الأجنحة وخط الوسط هيشتغلوا على عدي الدباغ في المباراة دي، واخوان قلبنا بزيرة. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا، فعايزك تتوقع المباراة دي هتخلص كام لصالح النادي الزمالك او لصالح النادي الاهلي، او هتخلص بالتعادل. عايزك تتوقع في التعليقات. وبرضه لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك عشان نوصل ل 1000 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش اللايك. وعايزك برضه تخش تتفرج على تشكيل النادي الاهلي امام نادي الزمالك، هتلاقيها موجودة على القناة. بس كده، السلام عليكم.